هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 18 من نوفمبر. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص حلقة اليوم للتعليق على الذكرى 57 ليوم 14 من نوفمبر، ذكرى إلغاء الاتحاد الفيدرالي بين إريتريا وإثيوبيا. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. شركة صينية تمد طريقا يربط بين قرية عد قعداد وأغرداد. تقرير أممي يؤكد خطر حركة الشباب على الصومال. مساعدات مالية لمعالجة أزمة الاقتصاد السوداني. وأخيرا طفل في 9 يتخرج من الجامعة ويستعد للدكتوراه. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرنا. هذه إذاعة إرنا. بدأت شركة سوفيكو الصينية العملاقة والمملوكة للحكومة الصينية العمل في طريق يربط بين قرية عد قعداد الواقعة على بعد 15 كيلومترا إلى الجنوب من أسمرة بمدينة أغرداد، وبدأ العمل في الطريق الذي يكلف حوالي 140 مليون دولار في شهر سبتمبر الماضي. وشركة سوفيكو تنشط في مجالات التعدين وصناعة الأسمنت وأنشطة أخرى في إريتريا، ويبلغ رأس مال الشركة التي تملك مشاريع في دول أفريقية أخرى 5 مليارات دولار. وبدأت الشركة في إنزال معدات ثقيلة وجرافات وشاحنات في مواقع العمل، وسيمر الطريق من قرية عد قعداد بقرية حبلة وصولا إلى أغرداد. وأفادت مصادر لإذاعة أرنا بأن الشركة سوف تعتمد في عملها وبنسبة 70% على عمالة صينية، وأن عمل الشركة لن يمنح الإريتريين فرص عمل في المشروع، والذي يتم بقرض من الحكومة الصينية تدفعه الحكومة الإريترية من عوائد التعدين. الجدير بالذكر بأن الصين تواجه انتقادات واسعة بسبب برامجها التنموية في أفريقيا، حيث تقع الدول الأفريقية تحت طائلة ديون لا تستطيع الوفاء بها إلى الصين. ذكر خبراء في الأمم المتحدة أن حركة الشباب المجاهدين لا تزال تشكل أكبر تهديد مباشر للسلام والأمن في الصومال. وقال تقرير مشترك لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء الماضي أن الجماعة استخدمت بشكل متزايد المتفجرات محلية الصنع لقتل وجرح المدنيين في مخيمات المهاجرين والمطاعم والأسواق ومراكز التسوق والمكاتب الحكومية والفنادق. وكتبت لجنة الخبراء أنه في الفترة من يوليو 2018 وحتى يوليو 2019 نفذت حركة الشباب المجاهدين 548 هجوما بالعبوات الناسفة في الصومال، بزيادة نسبتها 32% عن العام الماضي. وأوضح التقرير أن تصعيدا كبيرا للغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت المسلحين أبقى الجماعة في حالة عدم توازن، ولكن لم يكن له تأثير يذكر على قدرتها على شن هجمات منتظمة في جميع أنحاء الصومال. وقال الخبراء الدوليون أن الحركة تسللت إلى المؤسسات الحكومية ووسعت عائداتها المحلية واستمرت في خطف وتجنيد الأطفال. ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية AFP أن وزارة المالية السودانية أعلنت أن صندوق النقد العربي سيقدم للخرطوم مساعدات مالية بقيمة 305 ملايين دولار لمساعدة الوزارة على خفض العجز في ميزان المدفوعات وتمويل التجارة. وقالت الوزارة يوم الخميس في بيان لها أن وزير المالية إبراهيم البدوي التقى بعثة صندوق النقد العربي بالخرطوم التي اطلعته على خطة الصندوق لدعم الاقتصاد السوداني بتمويل يقدر بنحو 305 ملايين دولار، منها قروض وتسهيلات تجارية وبناء قدرات ومساعدات فنية. ونقل البيان عن رئيس بعثة الصندوق أحمد أبو بكر البدوي قوله أن برنامج الدعم المالي للسودان يتضمن إطلاق قرض تعويضي بما يعادل 110 ملايين دولار خلال الشهر الجاري،
وبحسب الموقع الإلكتروني لصندوق سيتم أيضا تنفيذ قرض عادي في الربع الأول من عام 2020 بما يعادل 45 مليون دولار وما يعادل 80 مليون دولار أخرى حتى نهاية 2020. وهذا ثاني قرض من نوعه يحصل عليه السودان من صندوق النقد العربي في غضون أشهر، إذ سبق للصندوق أن منح الخرطوم في مايو الماضي قرضا مماثلا بقيمة 300 مليون دولار. ويعاني السودان من مشاكل اقتصادية ناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية وشح الوقود، ويحتاج إلى 3 مليارات دولار لتلبية حاجات فورية وتحقيق استقرار الموازنة، ولكن يرغب كذلك في إلغاء جزء من ديونه البالغة 60 مليار دولار. نشرت صحيفة الشرق الأوسط خبرا بأن طفل في 9 من عمره يتخرج من الجامعة ويستعد للدكتوراه، وقالت أن الطفل البلجيكي لوران سيمونز والذي يبلغ من العمر 9 سنوات يستعد للتخرج من جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا الشهر المقبل حاملا شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية. وبحسب شبكة CNN الأمريكية فإن أساتذة لوران يصفونه دائما بأنه طفل غير عادي ويشبهونه بالإسفنج تعبيرا عن قدرته الهائلة على تخزين المعلومات. وقبل قبول دخوله للجامعة قام الأساتذة بإعطاء لوران امتحانا بعد امتحان في محاولة لمعرفة إلى أي مدى تصل موهبته، وقد أبدوا بعد ذلك اندهاشهم الشديد من قدراته. وقال ألكسندر سيمونز والد لوران أن طفله يخطط بعد التخرج للحصول على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية، هذا بالإضافة للحصول على شهادة في الطب. ومن جهتها قالت والدته ليديا أنها كانت تعتقد هي وزوجها أن جد وجدة لوران كانا يبالغان عندما قال أن لديه موهبة عظيمة، ولكن أساتذته سرعان ما أكدوا لها ذلك. وأضافت مازحة: كنت أتناول كثيرا من السمك خلال حملي بلوران وربما هذا هو السبب في ذكائه الشديد. وسمحت جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا للوران بدراسة المقرر بشكل أسرع من الطلاب الآخرين. وقال مدير الجامعة سويرد هولشوف أن لوران ببساطة طفل غير عادي، إنه أسرع طالب في تلقي المعلومات مر على الجامعة. من ناحيته أكد لوران أنه يطمح في المستقبل في تطوير أعضاء بشرية صناعية بعد دراسته للطب. بهذا الخبر مستمعي ومستمعات الأفاضل من بلجيكا نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. شركة صينية تمد طريقا يربط بين قرية عد قعداد وأغرداد. تقرير أممي يؤكد خطر حركة الشباب على الصومال. مساعدات مالية لمعالجة أزمة الاقتصاد السوداني. وأخيرا طفل في 9 من العمر يتخرج من الجامعة ويستعد للدكتوراه. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي برنامج تعليق على الحدث، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم، والتي نتناول فيها الذكرى 57 لإلغاء الاتحاد الفيدرالي بين إريتريا وإثيوبيا، والذي صادف يوم الأربعاء 14 من شهر نوفمبر الجاري. فأهلا وسهلا بكم. هذه إذاعة إيرينا. صادف يوم الأربعاء الماضي 14 من شهر نوفمبر الجاري حلول الذكرى 57 لإلغاء الاتحاد الفيدرالي بين إريتريا وإثيوبيا، وذلك بإعلان إمبراطور إثيوبيا في حينها هايلي سلاسي ضم إريتريا إلى الوطن الأم إثيوبيا، وسمى إريتريا المحافظة 14 ضمن المحافظات الإثيوبية. وبموجب الإلغاء غير القانوني للاتحاد الفيدرالي فقدت إريتريا الجمعية الوطنية الخاصة بها، وتم إلغاء التعامل بلغتي التجرينيا والعربي، وإحلال اللغة الأمهرية بدلا من اللغات المحلية، وإلغاء الحكومة الإريترية والدستور الإريتري الذي صدر في عام 1952. وأخيرا تم حل البرلمان والحكومة الإريترية بشكل نهائي في 14 من نوفمبر من عام 1962. وكان الاتحاد الفيدرالي
قد تم إلغاؤه بصورة تدريجية منذ عام 1955. وعندما عرف الشعب الإريتري بأن الإرهاب هو السائد في البلاد وأن حكومة الإمبراطور هايلي سلاسي تتغول على الحقوق الإريترية، وفشل الأمم المتحدة الراعية للاتحاد في التدخل لحماية مصالح الشعب الإريتري، قام الشعب الإريتري بتشكيل حركة تحرير إريتريا في نوفمبر من عام 1958. وانضمت قطاعات كبيرة من الشعب الإريتري في المدن والريف إلى الحركة، والتي عرفت في الداخل باسم الخلايا السباعية. وعندما وصلت المظالم إلى قمتها، فجر الشعب الإريتري الثورة الإريترية على يد القائد الشهيد حامد إدريس عواتي في الفاتح من سبتمبر من عام 1961، قبل عام واحد من الإلغاء النهائي للاتحاد الفيدرالي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. في شهر أبريل من عام 1941 دخلت القوات البريطانية إلى أسمارا بعد أن خاضت معارك شرسة ضد القوات الإيطالية في إريتريا في كل من أوردات وبارنتو وكيرن. وأخيرا استلمت العاصمة أسمارا وبعدها مينائي مصوع وعصب. وبنهاية الحرب العالمية الثانية خسرت إيطاليا الحرب مع دول المحور اليابان وألمانيا، واستسلمت للحلفاء المنتصرين بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد السوفيتي السابق. واتفق وزراء خارجية هذه الدول بالنظر في مصير مستعمرات إيطاليا السابقة في أفريقيا، وهي الصومال الإيطالي وليبيا وإريتريا. وفي حال عدم اتفاقهم حول مصيرها تحال القضايا إلى الأمم المتحدة للبت فيها. في هذه الأثناء كانت إثيوبيا قد تحررت من الاحتلال الإيطالي، والذي بدأ في عام 1936. وكان الإمبراطور هايلي سلاسي قد لجأ إلى بريطانيا وعاد بعد هزيمة إيطاليا، وبعد عودته بدأ في طرح الرأي القائل بكون إريتريا جزء من إثيوبيا، وبدأ بطرح مطالبه بهذا الخصوص. بريطانيا كانت تدير إريتريا بتفويض من دول الحلفاء الأربعة، وقامت فيها إدارة عسكرية مؤقتة، لكنها كانت تخطط لتقسيم إريتريا بين السودان وإثيوبيا. وبموجب هذا التقسيم تحصل إثيوبيا على موانئ إريتريا وتطل على البحر الأحمر، والذي كان ولسنوات طويلة حلم أباطرة إثيوبيا المتعاقبين. وكانت بريطانيا تنوي فرض نوع من الوصايا السياسية على إثيوبيا التي حررتها بواسطة قواتها القادمة من السودان، ولكن الإمبراطور الإثيوبي العجوز بدأ في مغازلة الولايات المتحدة، والتي كانت قد أسست قاعدة جوية بالقرب من مدينة دقم حري، وذلك لدعم العمليات العسكرية للحلفاء في القارة الأفريقية، وبذلك أصبحت أقرب من مشاكل القرن الأفريقي. ولكن انتهاء الحرب العالمية الثانية فتح الباب أمام حرب أخرى، وهي الحرب الباردة بين المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة والشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي السابق. وتسابقت القوتان للحصول على قواعد مهمة، وكانت الولايات المتحدة قد وضعت إريتريا في حساباتها، خاصة بعد مشاركة قوات إثيوبية في الحرب الكورية، واهتمام أديس أبابا بإنشاء علاقات تحالف مع الولايات المتحدة، والتي برزت كقوة عظمى بعد تراجع الدور الدولي لكل من بريطانيا التي أنهكتها الحرب وفرنسا التي احتلتها القوات النازية الألمانية. هذه إذاعة إرينا. ولم يتفق وزراء خارجية الدول الأربعة حول مصير المستعمرات الإيطالية، حيث رأت بريطانيا تقسيمها ورأت فرنسا أن تكون تحت وصاية إيطالية، بينما رأى الاتحاد السوفيتي أن تكون إريتريا تحت وصاية الأمم المتحدة لفترة مؤقتة. وبسبب عدم اتفاق الدول الكبرى تمت إحالة القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت الأمم المتحدة نفسها منظمة جديدة لم تنضم لها من أفريقيا سوى 3 دول، هي إثيوبيا وليبيريا التي أنشأها الأمريكان ومصر، وهي دولة مؤسسة. والدول ال3 دول مؤسسة في المنظمة، وباعتبار أن إثيوبيا دولة مؤسسة في المنظمة كان لها حضور كبير وعلاقات دبلوماسية واسعة تحت الغطاء الأمريكي. وتم تكوين لجنة تقصي حقائق لزيارة إريتريا والتأكد من رغبات الشعب الإريتري. وكانت بريطانيا قد سمحت بحرية الصحافة والأحزاب حتى يستطيع الشعب الإريتري التعبير عن رأيه.
ولكن الانقسام بين ثقافتين وديانتين ولغتين كان هو الواضح، وهو مسار كان يتفق مع خطة بريطانيا لتقسيم إريتريا. وتكونت جمعية حب الوطن لتعبر عن المطالب الحيوية لمؤسسيها، ولكنها مالت إلى جانب الوحدة مع إثيوبيا. وبعد تأسيسها تم تأسيس حزب الانضمام المعروف باسم الإندنت، وهو حزب دعا إلى الانضمام الكامل إلى إثيوبيا. ومقابله نشأ حزب الرابطة الإسلامية الرافض لضم إريتريا إلى إثيوبيا، مفضلا وصاية تحت الأمم المتحدة تحصل بعدها إريتريا على استغلالها. وكانت حالة الانقسام كبيرة بين الكتلة الاستغلالية والداعين إلى انضمام إريتريا إلى إثيوبيا. وانقسم أعضاء لجنة تقصي الحقائق، ورفع التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للبث النهائي. وقامت الجمعية بضغط أمريكي بقبول اقتراح بتكوين اتحاد فيدرالي بين إريتريا وإثيوبيا بضمانة الأمم المتحدة، وسمي هذا القرار بالقرار 390/5 لسنة 1951. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لازلتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تتابعون حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث، والتي نخصصها لتناول الذكرى 57 لإلغاء الاتحاد الفيدرالي بين إريتريا وإثيوبيا، والذي استضاف يوم 14 من الشهر الجاري. وقبل الإريتريون من دعاة الاستغلال هذا الترتيب القانوني الذي منح إريتريا حكما ذاتيا وجمعية وطنية ودستور، واعتمد اللغتين التجرينية والعربية كلغتين للبلاد، لأنه تم برعاية الأمم المتحدة من ناحية كضامن، وأنه حل يضمن عدم ضم إريتريا إلى إثيوبيا أو تقسيمها بين السودان وإثيوبيا من ناحية أخرى. أما دعاة الوحدة فقد اعتبروا الاتحاد الفيدرالي صيغة مفروضة عليهم وأقل مما كانوا يطمحون إليه، ولكن منذ اليوم الأول عملوا مع إثيوبيا لهدم الاتحاد والعمل على ضم إريتريا إلى إثيوبيا بما يحقق أطماعهم. وبسبب التمويل الإثيوبي واستخدام الإرهاب والقتل والنفي، استطاع دعاة الوحدة من تحويل الجمعية الوطنية الإريترية إلى مجرد هيكل اسمي فقط، واستولى عليها دعاة الانضمام. وفي الأخير تم لهم ما أرادوا، وتم ضم إريتريا إلى إثيوبيا بشكل رسمي في 14 من نوفمبر من عام 1962. ولكن أين كانت الأمم المتحدة؟ الحقيقة أن الأمم المتحدة لم تتدخل لإنقاذ البناء القانوني الذي شيدته في إريتريا، ولم توقف إثيوبيا من عملها الإجرامي بحق دعاة الاستغلال. وحينها عرف الإريتريون بأنهم أصبحوا ضحايا لمؤامرة دولية حاكتها الولايات المتحدة ونفذتها إثيوبيا، وتغاضت عنها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ولم يكن هناك من طريق ثالث إلا خيار البندقية. وهنا بدأ الشعب الإريتري ثورته المسلحة لانتزاع حقه بالقوة، وهو الأمر الذي تم في 24 من شهر مايو من عام 1991. هذه إذاعة إرينا. إن الحل السياسي لمشكلة إريتريا في ذلك الوقت كان هو القيام بالترتيبات القانونية والسياسية للأزمة لإجراء استفتاء شامل يسمح للإريتريين بالتعبير عن رغباتهم دون إرهاب ودون تدخل إثيوبيا بشكل خاص، وتحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. عدم تنفيذ هذا الحل الذهبي أطلق يد إثيوبيا لتقضي على الاتحاد الفيدرالي دون معاقبة من المجتمع الدولي. وهناك غضت الولايات المتحدة النظر عن الانتهاكات، وأصبحت إريتريا لقمة سائغة في فم الإمبراطور العجوز بتآمر دولي. ولذلك في مايو من عام 1993 تم إجراء استفتاء شامل في إريتريا ليذكر بأن الاستفتاء الذي كان من المفترض أن يتم في الأربعينات للتعرف على رغبات الحقيقية للشعب الإريتري. وفي هذا الاستفتاء والذي أشرفت عليه الأمم المتحدة صوت الشعب الإريتري على الاستغلال التام، وهو تأكيد للاستغلال الذي حققته البندقية في صيف عام 1991 والعام الذي سبقه. ورفرفت راية دولة إريتريا في مقر الأمم المتحدة، ورفع الراية حينها سفير إريتريا لدى المنظمة السيد أحمد الحاج علي، والذي يقبع اليوم في مفارقة تاريخية في سجون الدكتاتور إسياس أفورقي.
إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل إلى حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وخصصناها لتناول الذكرى 57 لإلغاء الاتحاد الفيدرالي بين إريتريا وإثيوبيا، والذي صادف يوم الأربعاء الماضي 14 من شهر نوفمبر الجاري. وبهذا القدر مستمعي ومستمعاتي الأفاضل من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وقبل الختام مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من محدثكم فتحي عثمان، ومن زملائي في الإذاعة في باريس أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وفي حفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.